باشا السلام عليكم. يا هلا والله ليكوا احسن فيديو النهارده. انت لسه اول ما تشوفه عينيك هتنسحر بجماله، شكله محدش يتوقعه. ومن نصيحتي كمان مرة انك تزور. زمانك قاعد بتتخيل شكله ومش عارف تجيب شكله. عارف ليه ما انتش عارف تجيبه في دماغك؟ علشان كبير، ولو اتوقعته هتتوقع منه جزء صغير. عشان كده نيتك يا حبيبي انت وهو دايما نيتكم في المتحف. انا بتكلم على الفيديو. ولكن قبل ما نبدا طلب صغير، صلي على النبي يا كبير يا باشا يا زعيم يا مافيا. طب يا جماعه يجي من اسبوع كده كان في البنت اللي هي طالع صوتها ترند ده، دي كانت بنت في اذاعه مدرسيه. شوفوا الناس كلها سابت الاذاعه واللي هي جايه بتقوله، والكلام اللي ما اعرفش مين اللي كاتبه لها في الورقه، وغالبا هيكون مدرس، لكن ما اعرفش تحس دي كان بيطلع الكلمات دي وهو قاعد فين. يا عيني هتتوقع منه جزء صغير. يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. المهم الناس خدت الحته دي وعملت عليها ترند، وهو ده فيديو النهارده. ومعظم الناس كالعاده ما بتصدقش ان انا ليا اخ توأم، بس ما علينا. الخازوق اللي جاي لك كمان يومين. ده السنه دي مليانه. زمانك قاعد بتتخيل شكله ومش عارف تجيب شكله. عارف ليه ما انتش عارف تجيبه في دماغك؟ علشان كبير. ده لسه صاحي من النوم بيقول يا صباح الخير تيك توك، بدل القهوه دلوقتي بقى تيك توك. اللي بعده هي في الستوري عشان تدخل تكلمها بعد ما اتخانقت. السلام عليكم كل اخواتي اللي حنا تتعيدي. انا اولت امبارح تعبان لحد دلوقتي مش قادر اتكلم اصلا. انا عاوزكم كلكم تتعودوا. لا يا عيني باين عليه ميتان جدا. مال كل الناس يا جدعان بيكون لها حته بتكون ضعيفه كده وبتكون تعمل حركات زي دي. انا اللي معايا بتقول لي حي على الفداء. معاكم جاي ويلا حي على الفداء. انا اللي معايا ناس تطلع مطه وتعبيها لي. انا اللي معايا اقول لها ما تكلميش كده، اتكلم كده. وايه اللي عندك كده؟ قلت اخدها مش جوردن، لقيتها هتجردني في المحاكم. قلت هتبقى بلطجتها خفيفه وكيوت، تلعب بلطجتها اكتر من المصريه. لكن ما تقلقوش يعني اخوكم مسيطر، مش قوي يعني، نص نص. ما تعيطش، مش عايزك كده. اللي بعده غيرة حبيب علي باختصار. اللي بده يموت او يلعب بدمه وعا حاله يحرق قلب امه، يطلع بعيونك او يحكيك ويترك الباقي علي وما امشي 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 عشان ما تطلعش في عيونك. لا مش اللي تحت اللي فوق. باين على لبسك ان هو غيور جدا قوي. ايه يا جدع الغيره الاوفر دي؟ اهدى شويه مش كده كهربتنا. وعيونها مش قوي يعني. اللي بعده. ازاي ده انت خنقتيني يعني؟ ازاي؟ ايه القرف ده؟ لا انا مش هينفع اكمل على الموضوع ده. انا مش هينفع اكمل في الموضوع ده. ده اخرتها كده. بلاش قرف بلاش قرف بلاش قرف. كل اللي اقول لكم هي حاجه واحده بس، انتوا دايما بتحاولوا تطلعوا او تخلوا ايه الناس لما تشوف الجواز بعيونها هتنسحر بجماله، شكله محدش يتوقعه. فكرتوني اتكلم بجد. اللي بعده. انت فاكر نفسك ايه؟ انت ولا حاجه، انت مصديه، انت معفنه يا بنت. هو خايف يتكلم لابوه يسمعه ويجي يضربه، مش عارف ليه يوسوس نفسه. انت فاكر نفسك ايه؟ فاكر نفسك ايه يا بنت؟ انت ولا حاجه بالنسبه لي اقسم بالله. عشان اللي زيك مش ممكن تعيش الا في الشارع. اللي بعد لما الاكس تخزوقك وتشوف غيرك وتغيظك. ايه تغيظ؟ ما حدش بيكتب يغيظك كده. انت لو شلت الغين ولحمتها تبقى لا يا باولو يمكن. لما اشقط واحده من الفرح واغيظ الاكس القديم. يعني بيغيظها في فرحها يعني. ماشي حلو جميل. اللي بعده. كده انت رجعت تاني ولا مهتم باكلك ولا بشربك ولا بنومك ولا بصحتك ولا بنفسيتك؟ والله يا اخويا متدمره على الاخر. كده انت رجعت تاني ما تعجبنيش. ديك تنميه بشريه. رجعت تاني تفكر في اللي احنا مش عايزينك تفكر فيه. خلاص يابا اللي اتكسر ما بيتصلحش، ولو اتصلح مش هيرجع زي الاول. يا عم بقى فوق لنفسك واعرف قيمه نفسك واصحى لحالك، الله يصلح حالنا وحالك ما تتعبنيش معاك. يلا يا اخويا على الصبح انا لسه ما اصطبحتش.
على لحم مخ اخويا. فوقوا يا عم هي الدنيا كده، هي الدنيا كده ما بتدومش لحد، ولو دامت للي قبلك ما كانتش هتقابلك. وشوف حالك وسيبك من خالك، الدنيا مش دايمالك، شرطك خضرا اخويا. وبالمناسبه انا قلت ديك مش دين، ها، عشان بس اللي هيجي يقول لي اخرس. انا عمري ما سب الدين. اللي بعده 200. انا بتغير. ما تتغيريش، انا اللي هتغير، هقلق واخون. كما قال الشاعر اكرف تتحب، تهتم تتركن على جنب، او تبقى في الاستيب. دول يا جدعان الشباب الصغير بتاع لسه العلاقات والجو ده والحب والكلام ده. احنا الحمد لله رب العالمين ربنا معوضنا، كبرنا احنا على الحاجات دي خلاص. احنا سنتين وهنعجز خلاص على كده. هتم الكام؟ فاضل لي 4 سنين واقفل 60. بس انا بصبغ شعري وكده، قلت لكم الكلام ده قبل كده. اللي بعده عادي كمل. ليه؟ والله سوري. عادي يا عم عادي يا عم، هيجيب واحده غيرها. انت هتهزر معايا يعني؟ احسن من اللون الليموني ده، اللون ده مستفز على فكره. اللي بعده بعد شهرين في الشركه اللي كنت هموت واتقبل فيها. ما تدمعيش انا ما استاهلش دموعك اغلى مني، سامحيني انا غلطان واديني ببكي وندمة. يا جدعان الكومنتات اللي انتوا كاتبينها له للسم البدني في ايه يا جدعان؟ عمل ايه يعني؟ في ناس طبيعتها كده وطريقتها كده واسلوبها كده وشكلها كده وتعاملها على فكره بيكون راق، شرط عشان خاطر راجل فيطلع ينعر او يجعر او يكون صوته خشن. مش ده ولا الشكل برضه اللي بيحدد. انا لو شايفه لابس حاجه مخالفه او شايفه بيعمل حاجه وحشه انا اول واحد هنتقد. لكن ايه كلمه الكومنتات اللي كره اي حد في نفسه دي؟ بيت استرجل، عمل ايه؟ بيندغ لبانه وطلع يتقصع. اهدوا شويه، مش كده انتوا اللي تكوره يعني، بالراحه على الناس، ربنا يهديكم. اللي بعض والسؤال الأول let's go. السؤال الأول شايفين كلهم مش ماسكين نفسهم من الضحك. let's go. ده انواع من انواع الحماس التقليدي اللي هو حماس كشك حماس اللي على اول الشارع ده. السؤال الأول اعتبار اني بكره هموت في حادثه، الدموع هتصاحب امي بس مش هتموت ورايا. أبكيت لا يا أستاذ سمير، أبكيت لا ولمست قلوبنا بكلماتك عاد. بجد ابكوني. والسنين نهار بركات. انت هتتحولي ولا ايه؟ ايه يا حبيبتي عشان ما سمعتكيش؟ عندنا متحف مفتوح جديد واسمه المتحف المصري الكبير، وفيه آثار ياما جميلة. ده كابونجا الاطفال يا جدعان، ونعم التعليم فيك يا ام الدنيا. اللي بعده دول يا جدعان قاعدين بدل ما يدرسوا في كليه الطب قاعدين يعملوا توك توك ويضحكوا. لكن ما علينا، نموا العيال دكتوره اسنان. اي حد عنده مشكله في السنان ابعت لي $200 ابعت لك رقمي، ما انا مش هعمل حاجه مجانا. هو خلاها تكتب لكم روجيتا وانتوا قاعدين في بيتكم، فاهم بالي؟ نجمع جلشين يا. اللي بعده مرات حمي بعد لما كابت اكل العيله هي لما ابنها كلوا بل. والنبي نفس كل واحده وكل واحد يخليه في حاله، معناكم اللي عملت كده وتقول لي اكشف عليه وانت الله انتوا وصلوا على النبي قبل ما تبصوا على حاجه الناس. والنبي اسكتي يا اختي، حس الله ونعم الوكيل في عينكم 5 في عينيكم. في ناس على فكره عندها حته العين دي عندها هصهص على فكره، ما بهزرش والله بتكلم جد. يعني ايه لو حد جاله دور برد والله ما ببالغ العين، لو حد صبعه اتخبط كده العين، لو حد خلص رصيده ولا ان انت طفى عليهم العين هوس. ما اعرفش اما رونالدو والناس الناجحه اوفر يعملوا ايه بجد؟ يعني واحد زي رونالدو يعمل ايه؟ مش فاهم بجد الناس بتفكر ازاي والله. اللي بعد نزل شيشه وشاي على غص ورها نزل شيشه وشاي على غصه، سبت البيت تعتبر النص، رشقة كلمه وجت في السوس، انا متخصص كشف الجبل عين على الراجل لما يخرف، والنسوان تلغي وتتصرف، عمر الدنيا اليوم ما يشرف، وهيفضل نقول لجنابك. الشباب مؤخرا بتخيب بجد والله العظيم على الواحد بيشوفه ده. ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ما تلف طرحه. ما اعرفش انتوا بتخيبوا والله العظيم بتخيبوا. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي بعد اعمل حاجات مقابل $500 اسبح في مويه بارده. مويه بارده؟ مويه بص مبدئيا كده المويه البارده مفيده جدا. دي يا جدعان شكلها من ايجيبت وهتتعبنا معاها. هم بتوع ايجيبت بيتكلموا كده يا بنتي، فرانكو طالع من بقهم وهم بيتكلموا. فايتو جاي ما عنديش مشكله.
في سمان ايه شيبسي حار. تاكل. انا اصلا بحب السبايسي. كلنا بنموت في السبايسي. لحالك لموت. انا عايشه العالية اصلا طول حياتي. انا والله صواري بنتي بخرجش برا شارع خالص، دايما بطلع لكم فيديوهات دي. ما تنام لمدة 24. انا اوريدي كنت مسافرة وما نمتش 48 يس 48 ساعة يعني؟ كنت افكرها هتقول 24. تسكت لان انا ما بتكلمش غير لما افتح الموبايل عشان اعمل لكم فيديو. والله طب انا مضطر عشان انا هدفع والله مع احترامي الكامل ليكي، بس انا ما بحبش الناس اللي بتتكلم بالطريقه دي، بيركبوني حاله عصبيه وانا مريض نفسي والله. انا ممكن اكون بتعالج والعلاج مش جايب معايا نتيجه. هنقول اللي بعده. ايجيبت عايشين في مجتمع تاني. اللي بعده. وحياة امك لو مشوقه مش هتعاطف معاك. لو معايا 200 جنيه و2 جنيه فضه مش هديهم لك. شايفين يا جدعان كم الناس على فكره محفله على جهاد قد ايه، وكم الناس قد ايه بتكرهها بجد. ليه كده مش فاهم والله. يعني بص كله ايه مش هتعاطف معاك لو شفتك مش على فكره ده كله على فكره على كده، لكن انا اهو وانت اهو وهيرجعوا لبعض وهتشوف. عيب عليكم انا ليا نظره. اللي بعده. الرجاله في مصر استغلوا التوقف الدولي ورشحوا بيلينجهام في الانتخابات بتاعت مجلس الشعب. لحد هنا عادي جدا، بس اللي مش عادي ان بيلينجهام ينزل الكلام ده على صفحته الرسميه على الفيسبوك ويقول لك حد من مصر بعت لي ده واحب ذلك وشكرا لكم. يا عم انا هنتخبك بس بشرط واحد بس، تلغي الكوره في مصر. ويلغوا النت معاه عشان نبطل نطلع نعمل على بعض. اللي بعده. I love you طب والرزدان رد عليا حن يا جن من التفكير قربت اتجن واقلب كركر ويلم. I miss you وانا جود مش باد، عايز اكتب ام الاولاد، لو ترفضي هبقى انا فرساد ولا بنت انا عايزك فير بس بحبك او بغيرك. اللي بعده. شايف اليوم النهارده ازاي؟ يوم مر السبب المرار احط له سكر. فين الواحد شاف ناس ما كانش حابب انه يشوفها اساسا، ناس افاقين. ده الراجل مش طايق هدومه شويه وهينتحر كعاده بعض الشباب المصري. اللي بعده. احمد الشاب كل ما امسك التليفون الكلمه تلاقي انا لسه شاب والحياه قصادي طويله طول. ايوه هو فعلا على طول بيبقى مبرق كده. لكن اللي بعده. مين طلب منك تيجي لهون؟ طلب مني لانه الضرايب عم تعلى على الدخان على الواتساب، بكره بيحطوا لنا عداد على وبشوف الضرايب على الخرا كمان. شاب عمو شو بتحب يكون عندك اول مولود، صبي ولا بنت؟ خراي على الصبي وخراي على البنت. كيفكم يا جماعة؟ كيف صحتكم؟ شو أخباركم؟ خراي عليكم يا الجماعة. عندك حبيبة؟ ايه عندي وبحبها كثير. لهالدرجة بتحبها؟ من كتر ما بحبها خايف حتى بقلبي يزعل عيوني، خايف حتى بعيوني يزعل قلبي. اقول لك تحطها فين؟ في الفلقتين، فلقة راسك تفلق شعرك هنا وهنا، في مخك اللي هو عقلك، مش العقل بيبقى فصين. حطها بين الفصين هتبقى في عقلك برضه. اتمنى اكون حليت لك المشكله. لا شكر على واجب لا داعي. اللي بعده. وعملنا الفتناكه. ايه رايكم؟ كل اكلك طالع من الكباريه كده. في ايه؟ شويه كان نجس برضه ودلوقتي الفتناكه. ايه الفتناكه دي؟ باين من شكلها ان اكله بنت متضايقه. الشيف الشرنوبي، الشيف تكاتك يا حركات. تكاتك يا حركاتك، ده رقصك يا صجاتك. ايه رايكم؟ بصوا مش عارف ايه اكلات الرقصات اللي انت بتعملوها دي، مالناش في الكلام ده، احنا كلام محترم. اللي بعده. مودي انت بتعملي ايه يا هانم؟ والله لو قلت لها انا فوتوغرافر بس مش للدرجه دي. جبت البوكيه بتاعك ونسيتي الورده بتاعتي اصلا. ده النوع اللي بيقولوا عليه اوبن مايند. ايه الشنط دي؟ انت سبت البيت؟ سابت البيت ايه؟ دي الميك اب ارتست. صح. عليهم حبه تقليع يا جدعان في مصر تفقع المراره بجد والله. اللي بعده. تعبيط. هي قد ما تحاسب ياض. مش قصدي ولا يا صاحبي. خلاص يا ابراهيم ده عيل صغير. عيل صغير ايه ده بكره يكبر. انت شاف. انت شاف. انت شقي يا ابراهيم، انت شقي جدا. كلمنيش كده يا عم، انا ممكن اخطف لك حبيبتك. يا لو يا ابراهيم ده هيخطفني. يا ريت يا اختي. ده لو طلع عليها حراميه وانت معاها هديها لهم، خدوها مش عايزها. بجد. لكن ابراهيم وقفته ذكر، شايفين الوقفه؟ صايع يعني جيبها من تحت. كمل يا هيمي. تخطف مين ياض؟ ولا انت منين؟ انا من شبك خيمه. انا من محروسه وممكن اكلك بسبوسه. اديك لبوسه. بجد. لا اشقيه انا. ايه ده؟ انا وقعت في حاره الاشقيه في مصر ولا ايه؟
لا يا حبيبي هو ما بيحبش البسبوسه، ده بيحب الجاتوه. بيحب مين ياما؟ ده بيحب الجاتوه. الجاتوه بتشاور على نفسها، انت جاتوه؟ احنا هنهزر مع بعض. وابوه تعرف ايه الكاميرا اللي انتوا بتصوروا بيها دي؟ انتوا بتصوروا بقى الحاسبه ولا ايه؟ جاتوه يا ست، انت عايز ايه اهو؟ اتعلمت الساعه من ابراهيم. انا عاوز منك، انا عايز بوسه من حبيبتك. ايه يا قليل ادب، الحق يا ابراهيم. خلاص يا ابراهيم، ده عيل صغير. خلاص يا ابراهيم، ده عيل صغير. تعالى هنا نشوف الاله الحاسبه اللي احنا بنصور بيها دي. احنا لو بنصور بكاميرا سرقينها هتبقى احلى من كده. ده لو كاميرا مين يا جدع؟ ده لو كاميرا التليفون لعبه هتبقى احلى. ايه ده؟ لكن القصه معبره يعني، وابراهيم خط. انا اترعبت وانا قاعد هنا. مال ربنا يستر عليا دلوقتي. اللي بعده بتتخانق معايا وهي اللي غلطانه ومش عايزه تعترف. لما تلاقيني زنقتها في الكلام، ناقص تكتب لنا هو خريج ايه وبيشتغل ايه وبيقبض كام وقاعد فين. كل ده ميمز المفروض. وعلى فكره دي مش اول مره تعملها يا محمد، مش اول ما فاكر البنت اللي كانت عماله تبعت لك على الواتس واقول لك دي مين تقولي جارتنا. هو مال محمد في الموضوع يا جدعان؟ محمد قاعد غلبان وساكت. لموا نفسكم شويه. اللي بعد الورسستر بعتالي رقامها، بتقول لي اني فارس احلامها. بلكتها عمري ما كلمها علشان عارف جاي افسك. انا دخلتها بقت مكشوحه، مصيطه في ليفل وسموح. ده البطيخه لو مش مفتوحه يبقى اكيد شبعت طغم خاف زيها يالا زيك بالظبط. اللي بعده حد سأل عليا؟ لا. حد سأل عليا؟ لا. حد سأل عليا؟ لا. حد سأل عليا؟ لا. حد اداني تليفون؟ لا. انت بتعاندني ولا ايه يا؟ اهم حاجه محبه الناس. اخوكم دايما تليفونه ما يجيلوش اشعار واحد. الحمد لله رب العالمين يعني. مع ان نفسنا كده يجي لنا اشعارات، متابعات على الانستجرامات، لايكات على الصورات، فيوز، مشاهدات، حاجات كده يعني. على ما اظن يعني كلها حاجات بسيطه. والانستجرام بتاعي تحت يعني، واللي هيجي يتابعني هديله 10 جنيه 10 جنيه وملزوقه. ماشي ما علينا. تصبحوا على خير. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro.